ازاي البشره تكون جلوي بالشكل ده ومش مقشره منك في الميك اب. انا اوريدي عامله الروتين ده من قبل ما ابدا، فهقول لكم عليه سريعا كده. اول حاجه استخدمت البرايمر ده من سنو برايت، حرفيا يا بنات خطير، فلتر على الوش حرير جدا، بصوا. وتاني سيروم بستخدمه معايا وهو من ايفون زي ما انتم شايفين كده، بس الكتابه عليها العوض شويه. بعد ما بحط التو برودكتس دول على بعض، بس فرق 20 ثانيه بين كل برودكت والتاني عشان البشره تتشربه، بعد كده بنبدا بترطيب اللبس بتاعتي. اوكي، نيجي لمرحله الفاونديشن، وانا اتقل فاونديشن عندي دلوقتي من ماك الاوريجينال طبعا. بصوا حرفيا انا هاخد منه كده بالشكل ده على ايدي كده، هتحصلي على بشره فلولس حرفيا. فور مي انا بعمل لها ميكسر بسيط جدا من الليفتر بتاع شي جلام اللي هو الجلوي ده، بصوا كده بالشكل ده برضو. وهبدا ان انا اعمل لهم ميكس كده مع بعض بالشكل ده. وبعد كده هاخد من على ايدي كده وابدا احطهم على وشي بالشكل ده، بصوا بالشكل ده. تبداي تفرديه كده عشان ما يبقاش فيه اي كلاكيع ولا اي حاجه خالص، هتمشي عادي جدا اهو، مفيش اي طبقات ولا لايرز كتيره ولا اي حاجه، حرفيا بصي كله في خط واحد. بس انتي امشي كمبتدئه كده في خط واحد. بصي الفاونديشن، بص ما تحسيش ان هو حاجه تقيله او جبستي وشك، وفي نفس الوقت وشك جلوي جدا وصحي وناتشرال جدا، ومحدش يلاحظ ان انتي حاطه فاونديشن اصلا. طبعا الخطوه المهمه اللي بعد كده ان انتي تعملي بالبيوتي بلندر كل الزيادات تاخديها كده عشان ما يبقاش فيه اي حاجه مكلكعه، عشان لما تيجي تثبتي بعدين بباودر والكلام ده كله فتكون الدنيا كلها ناعمه وما تحسيش ان يعني ان بشرتك اتكتمت، بشرتك بتتنفس وخفيفه جدا. بصوا ده كده فينش الفاونديشن لوحده على البشره. هوريكم بقى فينش الميك اب كله في الاخر عامل ازاي. كده فينش البشره في الاخر بعد ما خلصنا اللوك ميك اب كله وبيز الوش كله، خدنا لنا بالظبط ساعتين في الميك اب والتصوير. فبصي شوفي فينش البشره في الاخر عامل ازاي. وبس كده، باي.